عندما ترى أحدا منكسرا سارع إليه واجبر بخاطره وخذ بيده. شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما أخذه إخوته واجتمعوا في رأيهم على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب في البئر بدون شفقة أو بدون رحمة، بدون تذكر الأخوة بينهم وبينه. شوف ربنا طيب خاطر يوسف وهو في الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتدور السنوات يا مولانا والأيام ويدخل على يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر قد أعطاه الله من الملك والنبوة يا مولانا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وقفوا قدام سيدنا يوسف يا مولانا يتسول يطلبون فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سيدنا يوسف خلاص جاءت النهايات. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ انتم فاكرين عملتوا في يوسف وأخوه؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.